بالنسبه للمباراه، المدرب حاول يلعب لاعبين شباب ديال فريق جمعيه السلا، فضل انه يريح اللاعبين اللي كيلعبوا لي ماتش. الحمد لله كنشوف على انه لاعبين شباب بينوا على واحد ما عندهمش بزاف ديال الماتشات في يديهم، ولكن بينوا على واحد المستوى لا باس به. فريق سلا المغربي من افضل الفرق اللي قدم مستويات كثير جيده خلال البطوله. توقعنا اليوم يكون مستوى اعلى من هيك، يعني رغم انه انتم الاساسيين ما لعبتوا اليوم، يعني اعتمد على اللاعبين الاحتياطيين، ولكن اعتمدنا انه يكون يعني سكور قريب. اوكي، كاين النقطه الاولى هي انه ما لعب لاعبين شباب. النقطه الثانيه هو العياء، اللي لعبنا بزاف ديال البطولات الدوليه، لعبنا جوج ديال البطولات، بطوله عربيه وكنلعبوا لا كوب الشامبيونا. كنظن ان هذا عامل ديال العياء لعب واحد الدور كبير، وان شاء الله في الربع النهائي نكونوا احسن. مين اللي لفت نظرك من الفرق المشاركه؟ افضل فريق مشارك برايك؟ الفرق المشاركه كنعرفوا ان الفرق اللي عندها لاعبين ممتازين، وبالنسبه للعرب احسن فرق هما الفرق اللبنانيه والفرق المصريه. وغنحاولوا نديروا المستحيل باش ان شاء الله نفوزوا بهذا الدوري. بتمنى لكم التوفيق كابتن عبد الحكيم بالمباراه القادمه. اذا اعزائي المشاهدين